معايا مربى مشمش بيوري وبديل النوتيلا، وممكن تسيحوا شوكولاتة خام في الميكروويف أو على حمام مائي وتحشوا بيها البسكوت. حطيتهم في أكياس حلواني، وممكن تحطوها في أكياس تلاجة علشان تسهل عليكم وانتوا بتحشوه. البسكوت السادة هحشيه بالمربى والزق كل اتنين مع بعض، وبسكوت الشوكولاتة هحشيه بديل النوتيلا والزق كل اتنين مع بعض. وممكن تعملوا شكل تاني، تلزقوا بسكوتة سادة مع بسكوتة بالشوكولاتة وتعملوا شكل بسكوت الشاتو. ودلوقتي وصلنا لأسعد لحظة، هبتدي أرصه بالشكل ده في صينية التقديم. وبصولي على الجمال، ما شاء الله اللهم بارك. هوريكم شكل البسكوت من جوه، شوفوا قد ايه البسكوت هش ومش مكتوم. هتحضروه يبقى جاهز معاكم لو جالكم ضيوف فجأة، وبالصحة والعافية عليكم يا رب مقدما إن شاء الله. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. أتمنى تجربوه، وياريت تتابعوا الفيديو للآخر وتمشوا على نفس الخطوات والمقادير وتقولولي رأيكم. وهستنى كومنتاتكم اللي بتسعدني ودعمكم اللي بيخليني استمر بعد ربنا سبحانه وتعالى. ولو عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش اللايك والشير والدعم بالاشتراك في القناة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.